تخيل لو قلت لك بلاش تفكر في فيل احمر بيجري في وسط الغابه، ايه اللي هيحصل؟ طبعا هتفكر فيه اكتر، مش كده؟ ده بالظبط اللي بنعمله في نفسنا كل يوم لما نقول لازم ابطل مثلا التدخين او ما عدتش هاكل اكل غير صحي. فجاه بنلاقي نفسنا بنفكر في السيجاره او في الاكل الغير صحي اكتر من اي وقت قبل كده. دي مش صدفه. خلونا نسال سؤال، ليه المقاومه بتفشل؟ العقل زي المغناطيس، اللي بتركز عليه بينجذب ليك اكتر. مثلا لو عايز تبطل عصبيه وكل يوم تقول مش هتعصب مش هتعصب، اظن انك هتتعصب اسرع لانك بدات تنشغل بفكره العصبيه. علم النفس اللي بيقول كده، ابدا باللي حابب تعمله. يعني بدل ما تقول هبطل كسل، قول هبدا اتمشى كل يوم 10 دقائق. بدل ما تقول هبطل اكل حلويات، قول هاكل اكل صحي او فواكه يوميا. ليه؟ لاننا زي الكوبايه مليانه ميه مش نظيفه، لو حاولت تفضيها بس هتفضل مش نظيفه، بس لو مليتها بميه جديده القديم هيخرج لوحده. ده السر، املى نفسك بالايجابي والسلبي هيخرج بالتدريج. وبالمناسبه في كتاب رهيب اسمه ذا باور اوف يور سبكونشس مايند، ده لجوزيف مارفي، بيشرح بالتفصيل ازاي العقل الباطن زي الجني اللي بيحقق اللي بتركز عليه. لو ركزت على مش هعمل كذا، العقل الباطن هيفهم ان ده مهم وهيجيبهولك، بس لو قلت انا سعيد وصحي هيبدا يبرمج نفسه على ده. مورفي بيقول التركيز على الايجابي بيغير حياتك مش المقاومه. وقوه العقل الباطن مش هزار يعني، بيسيطر على 95% من افعالنا اليوميه. لو حاولت تقاوم بالقوه هيرد بالعند، بس لو غذيته بالحاجات الايجابيه زي الهدوء او الرياضه هيبدا يساعدك. لو قلت عايز ابطل كسل، هتفضل جوه دايره ان انت عايز تبطل الكسل، هتفضل مركز عليه. لكن البديل، قول لنفسك انا هنزل اتمشى كل يوم ربع ساعه، وشوف العقل الباطن هيعمل ايه. خلاصه الكلام، ما تشغلش بالك بالحاجات الغلط، ركز على الحلو واملى كوبايتك بميه نظيفه. جربها كده وهتلاقي التغيير بقى سهل وممتع. بس